صدقيني يومك من غير روتين يومي منتهى الاكتئاب، منتهى التوتر، منتهى الفوضى. ما فيهاش كلام يعني. سواء كنت ست بيت او بتشتغلي فانت لازم تعملي كده. الحقيقه مش مطلوب مننا كل يوم نطحن في البيت، بس كل يوم في حاجات لازم نعملها واسمها الروتين اليومي. طبعا الروتين اليومي بيختلف من بيت لبيت ومن ست لست تانية، بس سواء كنت بتشتغلي او ست بيت فانت لازم تعملي الروتين اليومي. تعالي نتفق على شويه حاجات تعمليها كل يوم هتفرق جدا في ترتيب بيتك وشكله وكمان راحتك النفسيه. السلام عليكم ورحمه الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله، يا رب كلكم تكونوا في اسعد حال وانتوا بتشوفوني دلوقتي. طمنوني عليكم، ايه الاخبار؟ وصلوا على سيدنا محمد وخلينا نبتدي على طول. الاول شكرا لكل التعليقات الحلوه اللي جات لي على اخر فيديو، ما كنتش متخيله ان انتوا هتتفاعلوا معاه كده وان هو هيعجبكم قوي كده، فخلينا بقى نكمل مع بعض على نفس الفكره. ومبسوطه قوي ان الفيديو اصلا عجبكم وان انتوا اتفاعلتوا معايا رغم ان انا كنت قاعده بدردش معاكم يعني، فشجعتوني بقى عشان تعرفوا ان اللايكات والتعليقات لا بتشجع بجد، تخلي الواحد كده تحس ان في حد سامعه، انتوا هنا يا جماعه. صدقيني يومك من غير روتين يومي منتهى الاكتئاب، منتهى التوتر، منتهى الفوضى، ما فيهاش كلام يعني. فخليني اقول لك مهما حصل لك في يومك حافظي على ان يبقى عندك روتين يومي عملتيه في البيت النهارده. ده هيوفر وقتك، هيوفر تعبك بتاع تاني يوم، وهيوفر نفسيتك اللي هتنامي بيها تعبانه ومتضايقه من قلبة البيت على بعض النهارده. فلو انت حتى جالك اي مشوار، لو انت ما عملتيش اي حاجه في البيت جديده النهارده او ما انجزتيش اي حاجه، حافظي على الروتين اليومي بتاع البيت. انا كعفاف لما بتزنق ومثلا بيجي لي مشوار او كنت تعبانه او بخرج وبرجع فبقى خلاص مش قادره، لا بحاول انجز ما يمكن انجازه او انقذ ما يمكن انقاذه. بمعنى ان انا بروح اجري على الغساله اشوف غسيل عايز يتغسل ولا لا، بشوف هدوم في الحبل عايزه تتلم واطبقها في اماكنها، بعمل كده. بشغل على البوتاجاز على طول على الاكل، ما بخليش مواعين في الحوض. فخلينا نتفق النهارده على شويه حاجات يوميه كل ست بتعملها، سواء كنت بتشتغلي او لا، مشغوله او لا، قاعده في البيت او خرجتي او دخلتي، في حاجات كده لازم تتعمل. رقم واحد، اول حاجه لو انت قاعده في البيت او لو بتشتغلي بتنزلي بدري، المهم رتبي حالك كده وظبطي امورك انك لازم تهوي البيت كل يوم نص ساعه على الاقل. لازم تفتحي الشبابيك، مش مستحملين ريحه الكتمه ولا مستحملين الحر اصلا اللي موجود في البيوت، ولا اوض النوم محتاجه انها تفضل مقفله طول اليوم من غير ما تتهوى. صدقيني يعني بتعملي في البيت كده طاقه سلبيه مش معقوله. تخيلي البيت ريحته مكمكمه، ده يعني حاجه اصلا من الحاجات اللي مش اي حد يقدر يستحملها يعني. فكل يوم لازم تفتحي الشبابيك والبلكونات نص ساعه بس. فلو انت بتشتغلي يبقى الصبح قبل ما تمشي وتقفلي على طول على ما تجهزي وتلبسي وتحضري الفطار بتاع العيال. طيب لو انت مش بتشتغلي وست بيت وبتصحي من النوم براحتك، اول ما تصحي افتحي برضو البلكونات ايا كان الوقت. تاني حاجه ترتيب السراير. ما تقنعنيش ان انت مستعجله ومتاخره او مشغوله او صحيتي من النوم نفسيتك تعبانه فمش قادره تعدلي السراير او ترتبي السراير. ترتيب السراير ده هو 50% من ترتيب شكل البيت، ما فيهاش كلام دي. ودي حاجه انا اتعلمتها او اتعودت عليها بالخبره كده او بالممارسه يعني. مهما عملت في البيت ومهما صحيت عملت في البيت والسراير مش مترتبه ومش معدوله، فانا حالتي وحشه يعني، الدنيا شكلها مبهدل قوي. تدخلي الاوضه كده هو السرير واخد مساحه كبيره من الاوضه، يعني اول حاجه عينك بتقع عليها هو السرير والملايه الملخبطه والمخدات المقلوبه والدنيا دي. فايا كان الوضع، بتشتغلي ما بتشتغليش، فانا بكلم كل الستات دلوقتي، بكلم كل الستات ايا كان بقى يعني. ما تعمليش حاجه انك بتشتغلي، طبعا اللي بيشتغلوا دول انا عذراهم وبوسه كبيره ليهم وهم والله على عيني وراسي، وانا ببقى عذراهم جدا يعني. انا لو بشتغل من البيت فانا قاعده في البيت والله ببقى مخنوقه ومتضايقه وزهقانه وورايا حاجات كتيره ومش قادره اقوم اعمل الاكل بتاع العيال ولا قادره ارتب وانظف مثلا من مجهود انا عملته في حاجه معينه. فما بالك انت بتلبسي وتخرجي؟ فشابوه ليكم بجد ولاي ست بتشتغل او بتخرج بره البيت. فانا يعني دلوقتي بكلم كل الستات اللي بتشتغل واللي قاعده في البيت، تمام كده اتفقنا؟ عشان ما تقولش لا يا عفاف انا بشتغل فمش هينفع اعمل كده، لا لازم ترتبي السراير كل يوم. او ولادك لو كبار يبقى هيصحوا من النوم يعدلوا السراير، فانت راجعه من الشغل داخله على بيت سرايره معدوله، دي ما فيهاش كلام. يا رتبتي السرير لما تنزلي الصبح، يا ولادك هم صحيوا من النوم بعد ما مشيتي فبنتك الكبيره او اي حد في البيت يرتب السراير، فانت راجعه نفسيتك حتى ولا داخله حتى على بيت يعني ما يسدش النفس. ما تزعلوش مني بجد، شكل البيت وهو مقلوب، مخدات هنا وملايات معوجه وكنب الكوشنز اللي عليه معوجه والدنيا ملخبطه كده على بعضها، ده منظر يسد النفس اصلا يعني. شدي الملايات، عدلي المخدات، اظبطي الدنيا وبس، ده كشكل كده يعني. مش بقولك شيلي الملايات وغيريها، انا بتكلم على ان كل يوم هنعدل الملايات بس، تمام كده؟ طيب في فقره بقى بنعملها كده مرتين في اليوم،
ولو انت شاطره بقى وبتقولي لا عفاف ده انا بعمل كده 4 مرات في اليوم، والله انت وشطارتك بقى. في فقره اسمها بنرجع كل حاجه في مكانها. انا ساعات ببقى قاعده مثلا بعد الغداء وبقعد شويه كده مثلا اللي هو اريح بقى ايه من المواعين ومن الاكل اللي انا عملته واتغدينا خلاص. في فقره كده بعملها اللي هو انا قايمه اروش على البيت كله، عارفين انتوا الحكايه دي؟ حد بقى استخدم فوط وما رجعهاش مكانها، كوبايات اتشرب فيها اي حاجه ومتسابه مكانها، ازايز في الاوضه مثلا، حد خلع هدومه ورميها في اي حته. عارفين انتوا الحاجات اللي هي بنرجع كل حاجه مكانها. الفقره دي مهمه جدا، على قد ما تقدري تعمليها في اليوم اعمليها، وخلي ولادك دلوقتي في الاجازه يساعدوكي فيها. لو انت قاعده كده اسمها يلا نروش على البيت. هم اولادي بقى بصوا اول ما يسمعوا الكلمه دي الترويشه دي بقى اولادي حفظوها، يعني اقول لهم يلا نروش على البيت بما انهم قاعدين في الاجازه وطول اليوم في البيت، فاقول لهم يلا نروش، فعرفوا الترويشه دي يعني ايه. هنلم حاجه من مكانها، ماما هتدينا فوطه نمسح بيها الازاز مثلا بتاع الاوضه دي، اقول لها مثلا شغلي المكنسه كنسي السجاده دي، بما اني انا مش بكنس البيت كله كل يوم فبقسم، يعني هخليهم مثلا حد يكنس الاوضه دي وحد يكنس الاوضه دي وانا مثلا انضف حته معينه، تاني يوم مثلا نكمل بقيه البيت، علشان ابقى موزعه الدنيا واولا ما يزهقوش مني. ثانيا انا برضو مش ببقى فاضيه طول اليوم ان انا اقعد اكنس البيت كله وانضف السجاد كله يعني، ومجهود، فبحاول اقسم كل يوم حاجه. فالترويشه دي ممكن اخليهم يعملوا فيهم 3 4 حاجات يعني تقيله شويه وحاجتين خفاف، فاللي هو ايه احس كده ان البيت بدا يتنفس. فالترويشه دي اعمليها وخلي ولادك يساعدوك، دي بتتعمل مره في اليوم، مرتين في اليوم، 3، انت بقى وشطارتك. وبرده ده بيعتمد حسب ولادك، حسب هم متعودين على ايه او طبعهم ايه. يعني انا مثلا بنتي ما بتحبش انها تعمل كل حاجه على بعض، لا تحب تقسم، يعني مثلا ما اقولهاش اعملي كذا وكذا 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 وكذا، لا قولي لي اعمل كذا واحده بس، ولما اخلصها بيقولي لي اعمل غيرها، او سيبيني ارتاح شويه وبعدين تبقى تعمل حاجه تانية. برضه نفس الكلام ابني مثلا بنخليه يجيب لنا طلبات من تحت، بيخليه مثلا يرتب الدولاب بتاعه، اقول له مثلا اعدل الضرفه بتاعتك دي، يعني على حسب، فعلى حسب ولادك. فانا ولادي ما بيحبوش ان انا اقول لهم الحاجات كلها مره واحده، فبقى بقسم على طول اليوم بقى. خدي مثلا الفوط الازاز امسحي مثلا المرايه بتاعت المرايات اللي في اوضتك واللي في اوضتي مثلا والمرايه بتاعت الريسبشن مثلا يعني، فتعمل كده وبعدين بعد ساعتين ولا حاجه اطلب منها طلب تاني، اقول لها بقى بصي انا عايزاكي تاخدي الجوانتي بتاع التراب ده وتمسحي لنا الدولاب ده مثلا يعني. فاللي هو اشغليهم برضو عشان هم قاعدين في الاجازه ما يفضلوش طول النهار نايمين على ظهرهم بالتليفونات. طبعا العاده دي من اكتر العادات اللي بتخنقني جدا. ضمن الروتين اليومي ان احنا بنجهز احتياجات تاني يوم، اي حاجه محتاجه تجهيز او ترتيب يعني لبكره بنعملها في اليوم اللي قبله. ده مش عشان اي حاجه غير انك تسهلي على نفسك مش اكتر من كده. فمثلا يعني انا بكره هعمل فراخ زي اي بيت يعني عادي، اي ست بتعمل فراخ، بكره قررت اعمل فراخ مثلا ورز وملوخيه وشوربه. انا بقى كان بعمل ايه؟ بطلع الفراخ من قبلها بيوم تفك على رف التلاجة واغسلها وانقعها في الليمون والملح والدقيق وكل حاجه واسيبها على راحتها خالص وانا رايقه مش مستعجله، مش هعمل الغدا ده النهارده او مش هعمله دلوقتي، فاسيبها تنقع براحتها واغسلها واصفيها واحطها بقى في مصفى في التلاجة متغطيه واسيبها لتاني يوم تتصفى. اصحى من النوم بقى باشا احط على طول على النار ويبقى الدنيا تمام، مش اعمل الطبخه كلها من الاول. ده اكتر حاجه بتاذيني نفسيا يعني، خصوصا ان الفراخ بالذات انا بحتاج انها تتصفى تماما ما تكونش فيها ميه خالص، فده بالنسبه لي بيبقى قبلها بيوم. من ضمن تنظيم اليوم برضو لو انا ست بشتغل، فانا بدل ما اقعد اعك طول النهار واشتري حاجات مش صحيه واجيب بقى مولت وعصاير وحاجات بقى واصرف فلوس كتير، والحاجات دي اصلا مش غاليه يعني قصدي مش رخيصه دلوقتي، فبدل ما تعكي طول النهار يا تشتري بفلوس كتير حاجات وما تشبعيش، يا اما وزنك يزيد بسبب الحاجات الجاهزه. اعملي حاجه في البيت صحيه، اعملي اي سناك، اي بسكوت، اي ساندوتش، اي فاكهه قطعيها وخديها في علبه معاكي الشغل. ده برضو مسؤوليه اليوم اللي قبله او مسؤوليه الصبح. فدي حاجات يعني بتخلي يومك مترتب. والله انا هجوع في الشغل فعارفه ان انا معايا سندوتش في الشنطه هاكله، انا عايزه احلي في الشغل فانا عارفه ان انا معايا مثلا حاجه عاملاها في البيت. فما تسيبيش كل حاجه عليكي في نفس اليوم تعمليها وتبقي تصبحي تاني يوم مضغوطه جدا في كل حاجه، تحضير لبس المدارس مثلا لو في دراسه، وتحضير هدومك بتاعت الشغل، نايمه مش عارفه هتلبسي ايه الصبح، نايمه مش عارفه هتاخدي ايه معاكي عشان لما تجوعي. الحاجات دي كلها بتبقى محتاجه ترتيب، ف يعني ما بتنفعش غير الست اللي مركزه او اللي واخده بالها ان انا محتاجه اجهز كذا وكذا وكذا من اليوم اللي قبله. فالتجهيز مهم جدا لاي حاجه، حتى لو انت ست بيت. لو عندك مشوار للدكتور بكره فانت محتاجه تجهزي الاكل من قبلها بيوم، لو بكره رايحه لمامتك علشان اي حاجه ولا رايحه تزوريها ولا رايحه اي مشوار فانت محتاجه برضو تجهزي اكل قبلها بيوم، يكون في ترتيب سريع للبيت عشان بكره مش هرتب مش هنضف اغسل الغسيل اللي موجود في الغساله. كل دي انتوا بتشوفوها انها حاجه عاديه بس دي مش حاجه عاديه، ده اللي بيحافظ على نظام البيت وترتيبه كل يوم.
وطبعا مش محتاجه اقول لك ما تسيبيش مواعين في الحوض طول اليوم، يعني 5 دقايق بس بعد كل وجبه هيوفروا عليكي كتير. والحركه دي انا معتمداها بقالي 17 سنه، يعني تقريبا من يوم ما تزوجت وانا بعمل كده. عمري ما ركنت المواعين وقلت هعملها بالليل. اكتر حاجه بكرهها حرفيا كلمه انا داخله اشطب المطبخ. اشطب المطبخ يعني انا سايبه مواعين، سايبه بوتاجاز مش نظيف، سايبه رخامات عايزه تتمسح، سايبه ارض فيها حاجات واقعه، فانا داخله بقى اشطب المطبخ. فانا عندي عقده من الساعه بتاعه التشطيب دي، انا مش هعمل كده في نفسي، مش هشطب المطبخ، انا هخلص كل حاجه وانا واقفه في ساعتها اول باول وخلاص. بكون مخلصه الغدا وعرقانه وتعبانه ومش طايقه نفسي ومش قادره اتحرك، بس لا بخلص كله وانا واقفه برده، عشان ما يبقاش ليا داخله تاني في المطبخ ليها موال. كفايه انا وقفت عملت الغدا وحرانه ومتضايقه وطهقانه، اخلص بقى الحاجه اللي انا عايزه اعملها دي وانا واقفه. ما تسيبيش مواعين في الحوض، انت كمان ما تسيبيش غسيل في الباسكت. كل يوم الغسيل بيتغسل، انا بغسل كل يوم حتى لو الغسله صغيره، يعني حتى لو شويه غسيل صغيرين بغسلهم. مش عايزه اقول لك لو باتوا في الباسكت بتاع الغسيل بتبقى ريحه الهدوم عامله ازاي، خصوصا احنا في الصيف دلوقتي والحر والعرق. يعني اصلا اللي بيلبس هدوم نص ساعه ولا ساعه خلاص بتبقى عرقانه ومحتاجه تتشطف او تتغسل. ما تكوميش الغسيل في الباسكت خالص، ما تعمليش كده، ما تخليش ريحه الكمكمه والعرق ماليه المطبخ. ده لو الباسكت عندك في المطبخ هتلاقي ريحه كمكمه وعرق من الهدوم. كل يوم اغسلي، كل يوم جمعي غسله بتاعت كل الهدوم اللي اتلبست النهارده وحطي معاها اي حاجه انت عايزه تغسليها وكده تمام. شغلي على طول الغساله، كل يوم الحبل عليه غسيل وعليه غسيل نلمه يطبق في الدولاب. فنشري الغسيل ولمي الغسيل واغسلي الغسيل، دول حاجات برضو لازم تتعمل، خصوصا احنا في الصيف. ما تسيبيش مواعين، يعني زي ما قلت لك كده، لو عندك بنت شغليها او ميها من مكانها ولا اغسلي المواعين ونشفيها وحطيها في مكانها، لان هم بيحبوا يعملوا الشغلانه ناقصه، ما اعرفش ليه. يعني تلاقيها انت قلت لها مثلا اكنسي دي فكنست الحته دي بس، ما كنستش اللي جنبها، اللي جنبها ملهاش دعوه، والله انت قلتي لي اعمل دي، فحاجه تفرس يعني. فقولي لها اغسلي المواعين ونشفيها وحطيها في مكانها، مش لازم تسيب لك ديل للشغلانه، مش لازم تعيدي تاني الحاجه اللي بتعملها عشان خاطر هي عملتها وبس. ربنا يهديهم يعني. بنشيك على الحمام كل يوم. كل يوم يا عفاف؟ كل يوم والله، كل يوم لازم تشيك على الحمام. يعني التويلت نفسه ده لازم يتنظف كل يوم، ما فيهاش كلام يعني. ومش بس يتنظف، هو لازم يتعقم. فبخاخ كده حطي فيه ميه على ديتول، علقيه كده جنب الحمام، وقولي لاولادك اللي يخلص تويلت يعني يرش وراه القاعده بتاعه الحمام دي. ما فيهاش كلام يعني، مش كل حاجه لازم تعمليها بنفسك. هما كل ما حد يخلص يشد السيفون ويرش الحمام بالبخاخ ده، فدي ما فيهاش برضو نقاش يعني. فعلميهم الحكايه دي، وعلميهم ان اي حد كان في الحمام لو انت دخلتي وراه لقيتي الحمام محتاج ان حد ينظفه يبقى لازم يتحاسب، والله لازم يتحاسبوا، عشان يتعودوا على النظافه او يتعلموا ان دي حاجه ما ينفعش خالص حد يعملها بدلهم اصلا. فاللي دخل الحمام ينظف وراه الحمام. من ضمن الحاجات اللي انا عايزاكي تعمليها كل يوم، سيبي التليفون من ايديكي. سيبي التليفون من ايديكي، سيبي التليفون من ايديكي 3 مرات اهو. سيبي التليفون من ايديكي. صدقيني التليفون ده اكتر حاجه بتضيع الوقت، واكتر حاجه بتاذي في كل حاجه. من يعني مش بس تضييع وقت، ممكن تاخري الصلاه بسبب التليفون، ممكن تاخري الغدا بسبب التليفون، ممكن تاخري اهتمامك باولادك بسبب التليفون، ممكن ما تعمليش اي حاجه في البيت بسبب ان انت قاعده على التليفون. فخلي بالك التليفون ده من اكتر الحاجات المؤذيه. بلاقي مشاكل على فيسبوك، بشوف بوستات كده، انا مش عارفه اعمل ايه في مشكلتي، التليفون مضيع وقتي كله، مخليني ما بقيتش اهتم باولادي ولا بقيت اهتم ببيتي، وبطلب اكل جاهز. بيعمل كده، التليفون بيعمل كل ده. فسيبي التليفون من ايديكي اللي بتقعدي تسكرولي بيه على كل المنصات. شوفوا انتوا بقى في منصات قد ايه، كل منصه تقعدي عليها مثلا نص ساعه ولا ساعه، يبقى انت ضيعتي قد ايه من يومك. وفي الاخر بقى اصلا السكرول ده لوحده والله مجهود، بتبقي حاسه ان طاقتك خلاص راحت. فانت خلصتي تليفون بعدها ب3 ساعات انت خلاص مش قادره تقومي تعملي حاجه. سيبي التليفون من ايديكي، والله حياتك هتتغير. فيعني بجد دي نصيحه بنصحها لكم، ما تمسكيش التليفون الا لما تكوني خلصتي كل حاجه وراكي. عملتي الغدا، شفتي ولادك، شفتي البيت، شفتي اذكارك، شفتي القران، شفتي كل حاجه، بعد كده امسكي التليفون واقعدي عليه شويه، على الاقل هتبقي نفسيا مرتاحه، حاسه ان انت عملتي اللي عليكي الاول، وبعدين قاعده بقى بتتسلي شويه. وفي وسط كل الزحمه دي وكل الحاجات اللي انت المفروض تعمليها كل يوم، ما تنسيش حاجتين: الصلاه في ميعادها والاذكار. دول من اكتر الحاجات اللي لازم تعمل يوميا. وطبعا مش هقول لك الورد يعني، فربنا يعيننا ويعينكم جميعا، ويعين كل الستات اللي بتشتغل واللي قاعده في البيت، ويعيننا على العيال، عشان العيال بجد لوحدهم عايزين اصلا بال ومجهود وصحه ليهم بس كده لوحدهم، ده غير شغل البيت. فربنا يعيننا جميعا، وبحبكم جدا في الله. شكرا لكل اللايكات والتعليقات الحلوه اللي انتوا تكتبوها لي. عايزه بقى كومنتات كتير قوي تحت الفيديو ده، وعايزه لايكات وبوسه كبيره مني ليكم. بحبكم جدا في الله. ما تنسوش تتابعوني في البيج بتاعتي الجديده على فيسبوك، عفاف ابو السعود، وكل اللينكات اللي انا عايزاكم تتابعوني فيها موجوده في التعليق المثبت تحت الفيديو ده. حاجه تانية كمان،
بتكتبوا لي كتير يا عفاف فين الوصفات، احنا عايزين نشوف الوصفات. كذا حد قال لي نزلي الوصفه لوحدها. انا ما ينفعش انزل الوصفه لوحدها على القناه دي، لان القناه دي اصلا خاصه بفيديوهات عن الترتيب والتنظيم والروتين، خاصه بالستات، بيومك كست بيت، يومك كأنثى، اي حاجه يعني، مش خاصه بالطبخات بس او الوصفات بس. فعشان كده انا عملت قناه جديده مش عارفه اسميها ايه لسه، فقولوا لي يعني. انا كتبتها بس كده مطبخ عفيفه بالصعود، بس انا حاسه ان الاسم مش حلو يعني، فعايزاكم تقولوا لي، اقترحوا عليا في التعليقات اسمي القناه بتاعه الوصفات ايه. كان عندنا طبعا قبل كده قناه وصفات بس خلاص بقى راحت مع سوبر مامي عفاف برضو، فقولوا لي اسمي القناه الجديده ايه. يارا بنتي بتقول لي سميها عفاف كيتشن، فمش عارفه، فاقترحوا عليا في التعليقات. هسيب لكم اللينك كمان موجود في اول تعليق عشان تتابعوني فيها وتاخدوا افكار للغدا والحلو كل يوم. الفيديو ده كان اجابه لكل الستات اللي بتقول اعمل ايه كل يوم، فاعملي الحاجات اللي سمعتيها في فيديو النهارده بكره على طول طبقيها، وهستنى رايك بقى في التعليقات. قولي لي كده بعد ما عملتي اللي انا قلت لك عليه شكل البيت بقى عامل ازاي. وبس كده، استنوني في فيديو جديد، بحبكم جدا، السلام عليكم.